وانت يا حبيبي يلي بتقول عليها جولد ديجر، جولد ديجر ده ايه؟ ده نوع كلب؟ بدل في بيتبول يبقى اكيد في جولد ديجر، يعني صح ولا ايه؟ عارف اصلا معنى كلمة جولد ديجر؟ لا والله انا بعرف معنى كلمه جولد ديجر، يعني انا لسه هفهم منك معنى كلمه جولد ديجر عشان انا مش فاهم، انا خدت نوع كلب. يعني ايه؟ انا امشور ايه امشوي ده؟ ابو تمام اشوي؟ ان انت بتقول عليها جولد ديجر لان هي لما نزلت معاك قعدت في الكافي شوب بتاعك اللي خرجته لها فيه، طلبت مثلا ستيك وطلبت واحد فرابتشينو. طب وهي ازاي تطلب ستيك وازاي تطلب فرابتشينو؟ ما هو انا مش شايف الاتنين دول مع بعض، انا هطلب ستيك اطلب شوربه على طول. والله العظيم انتوا صعبتوا علينا الدنيا. على هذا الاساس انت قلت جولد ديجر. لا يا حبيبي، طب ايه هي طلعت ايه جيرمان؟ ما يمكن انت اللي راجل معفن. ده ايه حضرتك عشان صنفتها غلط يعني ليه تغلطي فيا؟ يعني حضرتك انا بفهم منك ايه الجولد ديجر ده. اقول لك انا معنى كلمة جولد ديجر لان هي كبيرة قوي. انا طالب منك طلب، ما تعمليش كده، يعني فاهمه؟ انت كلميني كده افضل بكتير، انت من تحت المنظر مرعب. عليك انت كشخصك. انا مش عارف انت بتكلميني كده، انت لو كنت حلوه شويه كنت عملتي ايه؟ جولد ديجر دي يعني ابقى انا طمعانة في الفيراري بتاعتك، ابقى طمعانة في القصر بتاعك. قصر؟ ما بقاش حد بيعيش في قصور دلوقتي، احنا اخيرا نسلي القصر. اكتر من كده بقى يعني فاهم؟ مرضيه صدقيني، ما تفخميش الموضوع. اللي في دبي في الجميرة على البحر يا واد. ما ينفعش شاليه في المعموره ونمشي الدنيا. هو انت مش مكسوف من نفسك وانا بقول لك بتعمل ايه؟ بتقول لي بعمل ستريك. اي ولد عنده سناب شات بالنسبه لي شاذ جنسيا. يعني ايه؟ يعني ايه يعني اي حد بيستخدم الابلكيشن ده بالنسبه لك كده؟ ده ايه الفكر ده؟ انا مش فاهم. اي نعم انا فاهم ان السناب شات ده تحسه ابلكيشن له وضع خاص، انا اصلا محتاج اخد في السناب شات ده كورس، بس مش لدرجه تبقى شاذ جنسيا، انت هتخليني ادلت الاكونت اصلا. ستريك يا راجل يا خايب، ما فكرتش في اهلك؟ ما فكرتش في ابوك؟ كل ده عشان بيعمل ستريك؟ لا غضب ربنا فعلا. هو ينفع في راجل يعمل ستريك اصلا؟